اولا احنا كي نقولوا تطبيع نرجعوا نأصلوا المصطلح. كي نقولوا تطبيع معناتها احنا عندنا علاقات كأنها مجمدة ثم سنطبع. احنا يجب ان نعرف اولا هل احنا عندنا علاقات مع اسرائيل ولا ما عندناش، واذا كان لازم نحطه في الدستور تطبيع او ما غير تطبيع نحطه انه هذا عدو قومي، عدو للامه العربيه. ووقتها كي يجي مجلس ولا يجي مجلس نواب ولا تجي حكومه سابقه بعد 20 30 عام يناقشوا هل ما زالت عدو ولا لم تعد عدو. هذه نقطه. النقطه الثانيه كان الاولى ان حتى نقولوا حتى نطالبوا بحق التطبيع او بعدمه، كان الاولى ان نضع هويتنا نقولوا نحن عرب نحن من. ما فيش في الدستور، في التوطئه هذا قريتها ما فيش. في احنا جزء من المغرب العربي وجزء من طلع شنو وجزء من طلع شنو، ما فيش كل تعويم كلام تعويمات تعويمات وكذا. هذا التأصيل اول. يعني تنقل اسرائيل عدوه لتونس، وبن علي اذا كان يجي ويتحاكم على اسرائيل والعلاقات السريه اللي قايمه به، لانه كان عندنا مكاتب هنا وكانت عندنا مكاتب غادي في تل ابيب. فهمت؟ احنا عدو اسرائيل كانت تتقنبل في تونس. فهمت؟ وها جو مارسوا عمليات اغتيال في تونس وما اعترفوش. ولذلك هذه الاشياء اللي لازم نناقشها، هذه الاشياء اللي لازم نناقشها. توا نرجع. تفضل سيدي دوري راه دوري انا مش مشكله دور عندك. المساله ثم صراع ارادات لا كلام. بعد هذه الثورات الغرب يريد ان موقع ان يسيطر، ان الثورات هذه كان ياخذها في شكل ديكتاتوري، الان ياخذها في شكل افقي على مستوى مفاصل السياسه والاعلام الى غير ذلك، وهذا صراع ارادات موجود. لكن نحن يجب أن نكون دائما بالأنفاس الثورية الممتدة على أساس أن هذا الذي بدأناه يجب أن لا يحبط، يجب أن يؤول نتائجه الطبيعية بلم شتات هذه الأمة. ونأكد هنا على المشروع الوحدوي بعودة الأمة إلى ذاتيتها وخيريتها. لكن لماذا أحبط النفس الثوري؟ لأن شبابنا وهذا الجناح الخفاق اللي كانوا يخرجوا للقصبة وغيرها، وهم اللي يحينوا المواضيع ويرفعوا السقف. وقع ضربهم في الضربة المعروفة متاع القصبة 3 باجي قادر السبسي في عمل أعتبره إجرامي بامتياز، كان يمكن يرفعوا سقف محاسبة التدخل الأجنبي اللي هو خطير جدا وهو جزء من المنظومة الأمنية اللي كنت تحدثوا عليه. رفع العناوين مساندة الثورة في سوريا اللي الآن من النخبة حقيقة مستقيلة عن واجبها على الأقل الإنساني اللي هو الأصل فيه انتماء أمة قبل ما يكون إنساني. حتى هذا الجانب مفقود في ثورة الآن أعطت 40,000 اليوم أمجد ثورة في العالم العربي. حرب أهلية في سوريا أمريكا أنت قلت أمريكا تبرأت من الثورة قبل دخول لأنها علمت أنها ذاتية، أنها قائمة بجهد ذاتي وبإبداع سياسي. والقومية الآن تخسر كل مقولاتها لأنها يا سيدي حرب أهلية وعيش ما يقع في سوريا جريمة. في تونس تسميه ثورة على الطرفين، وفي سوريا تسميه لا 40,000 ما يعبي ملعب رادس بأطفال وكذا يستحي قدامهم الطفل الصغير. إذا الخطاب القومي في هذا المعنى فقد مشروعية الثورة حين أيدت في تونس ثورة وفي سوريا، في تونس ثورة وفي سوريا مش ثورة. وفي سوريا لا لم أقل ذلك. الثورة في سوريا اختطفت واختطفوها الامريكان والسلفيون. بالعكس الامريكان السلفيون او غيرهم ابناء الامه، اما الامريكان تخلط. ولكن خلينا نسمعوهم بعد يا سيدي هم السلفيون تتبرعون من اخوانكم في سوريا. لا ليس بذلك المنطق. سيد رضا خليني اتكلم. انا ليس بذلك المنطق اللي انت تعتقده. انا السلفيين عندي فيهم راي وعندي فيهم رؤيه وقسمهم ل 20 مجموعه وغير. انا الان ليس بصدد لا بالدفاع ولا الهجوم. أنا أقول لك الثورة في سوريا اختطفت ويقودها جحافل السلفيين العائدة من أفغانستان واللي ذاهبة من ليبيا وذاهبة من تونس، وناس عميان تقودهم المخابرات الأمريكية والتركية وتمولهم البترودولار السعودي والقطري. وسوريا دمرت لصالح إسرائيل. وسوريا هي قلعة العرب وقلعة المسلمين. دمروها السلفيين. سوريا عند الثوريين دمرها النظام البعثي. دمرها النظام البعثي. النظام الذي قام على جماجم النظام البعثي الغبي دمرها. دمرتوا العراق، دمرتوا ليبيا، ودمرتوا سوريا، ودمرتوا الجزائر، وتونس اليوم ناويين يدمروها. وأنتم الآن تخونون هذه الثورة. لا تقول ذلك. نعم لا تقول ذلك. لا يجوز. أنا على ثورة شريفة أنا أصرف من العقل المناضل عندك لأني أنا حملت
سلاح، كان عندي تنظيم مسلح اللي ما تعرفش. ثورة في سوريا تخذلونها بالمقولات وبالأعمال. منظمتك الآن تذبح وذبح يضربوا بالمدفعية بالشتائية دمرتموها. جاي واحد عقلاني يجي للتسوية، سقوط. كل واحد عقلاني يجي للتسوية. شو سوريا تدمر؟ أم أغلى وطن ولا ثورة؟ الثورة نعيدها بعد 10 سنوات، لكن الوطن لا يعاد. الفلسطينيين الآن لاجئين بعد 100 عام. نظام قمعي الوطني ظهري عش الوطن أهم. ناس 50 سنة. كل واحد يخرج مع السلفيين ومع الذبح السعودي القطري ومع الذبح الأمريكي ومع الذبح العلوي والبعث هو مجرم. الجمعة الفارطة خرج السوريون بعنوان رائع جدا. على كل ألم يكفك يا أمريكا حقدا وأن تشرج عنواننا لم نجده في الثورات الأخرى. أمريكا تدمر بكم في العالم العربي، تدمر فيكم، تستخدم فيكم. لماذا لا يذهب المقاتلون لأفغانستان إلا من العرب؟ هل رأيت إيران يقاتل في أفغانستان؟ هل رأيت نيجيري يقاتل في أفغانستان؟ هل رأيت أندونيسي يقاتل في أفغانستان؟ إلا العرب المرتزقة يقاتل في أفغانستان. نتواصل معكم بعد هذا الفاصل أعزائي المشاهدين.